السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. النهاردة كده استكمالا بقى الحاجات العيد، كل سنة وانتم طيبين. احنا عملنا الكحك كان طالع ناجح وحلو قوي ما شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض البسكوت الحلو اللي انتم شايفينه ده. هنعمله بالشوكولاتة وهنعمله بالفانيليا، يعني بطعمين هيبقوا مختلفين وحلوين قوي. عملت طبعا منه الشكل اللي انتم شايفينه التقليدي، وعملت الزجزاج ده، وعملت شكل الشطرنج طالع تحفة وجميل ما شاء الله. يا ريت تتابعوا كده الفيديو للاخر، وتعالوا نقول مع بعض بسم الله ونبدأ. معايا كده طبقين قد بعض او شكل واحد. هبتدي كده انخل في كل واحد فيهم نص كيلو من الدقيق بالظبط، وطبق منهم هشيل منه معلقتين وهستبدلهم بمعلقتين من الكاكاو. ده طبعا اللي انا هعمله الشوكولاته، يعني شلت معلقتين دقيق وحطيت بدالهم معلقتين كاكاو بالشكل ده. وفي كل طبق برضو هحط كده ربع معلقه من البيكنج باودر بالشكل ده، وبرضو في كل طبق منهم رشة ملح. وهبتدي كده اقلب كل طبق لوحده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نخلي بس كل الحاجات اللي احنا حطيناها كده تتجانس وتتداخل كده مع بعضيها، نخلطها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا نفس الطبق برضو التاني. هناجي بقى لبقية المقادير. معايا نص كيلو من الزبدة، وده بيعادل كوبايتين ونص من الزبدة لما تكون سايحة يعني ماشي. ومعايا كمان 350 جرام من السكر البودر، ودول بيساوي كوبايتين ونص برضو من السكر. ومعايا 4 بيضات، ومعايا نص كوباية زيت، ومعايا 2 باكت من الفانيليا، وواحد باكت من التانج، ونص كوباية لبن بودر، ونص كوباية لبن سائل. هبتدي كده اول حاجة امسكها الزبدة، وهبتدي اقطعها بس كده حتت عشان طبعا اعرف اضربها بالمضرب. طبعا هي كانت في التلاجة، لكن انا طلعتها قبلها بساعتين عشان بس تبقى فكة واقدر اضربها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي بقى كده احطها بالشكل ده، وهبتدي اضربها قبل ما احط لها السكر. هحاول بس كده ان انا افكها وانعمها شوية قبل ما احط السكر عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي بقى طبعا احط السكر اللي هو 350 جرام بالشكل ده. هحاول بس كده اقلبه قبل ما اضربه بالمضرب عشان بس ما يطلعش علينا الهبو ده. وهبتدي كده اضرب بقى فيه. هفضل طبعا اضرب فيه شوية كده لحد ما اللون الاصفر بتاع الزبدة يبيض، والكمية كده بتتضاعف، بيبقى عامل زي الكريم شانتيه. وطبعا بين كل وقت والتاني احاول كده اني انزل اللي على الجناب عشان كله يتضرب ويتمازج ويتداخل كده مع بعضه بالشكل ده. يعني تطولوا بس بالكم شوية لحد اللون الاصفر ده ما يدينا اللون الفاتح اللي هو الابيض بالشكل ده كده. وبرضو هننزل تاني اللي على الجناب ونضرب كمان. طبعا انتوا لاحظتوا كده ان الكمية عليت وتضاعفت ما شاء الله، وكمان اللون بدأ يفتحها قوي ويدينا اللون الكريمة بالشكل ده. هبتدي بقى هنا اضيف نص كوباية اللبن البودر بالشكل ده، ومعاها نص كوباية الزيت. وبرضو هنرجع نخلطهم تاني بالمضرب بالشكل ده. يعني احنا كل حاجة هنحطها لازم بعدها نضربها مثلا شوية، وننزل برضو اللي في الجناب وندي ضربة كمان. هبتدي بقى احط البيض، هحط بيضتين كده مع بعض، وابتدي احط باكت من الفانيليا، وهضربهم كده مع بعض لحد ما البيض يختفي خالص بالشكل ده. وهبتدي احط كده البيضتين التانيين وبرضو معاهم باكت الفانيليا، وهضربهم لحد ما يختفوا. ننزل بس كده اللي على الجناب ما شاء الله. طبعا احنا كده ضربناهم، وهنبتدي برضو نحط بقية المكونات. معايا كده نص كوباية اللبن السائل
هحطها، وهحط معاها كيس التانج. طبعا التانج ده ما شاء الله بقى هيدينا لون حلو قوي وطعم جميل. طبعا ده تانج برتقال. وابتدي طبعا برضو اضربهم كده مع بعض وامزجهم كده ببعض جامد. طبعا لونها حلو قوي بعد كيس التانج، وكمان برضو الطعم بيبقى حلو كمان. هبتدي بس كده افك المضرب وانزل اي حاجة فيه، وابتدي امسك العجينة كده وهروح مسوياها، انزل اي حاجة على الجناب وهروح مسوياها كده بالشكل ده، وهروح جاية كده اسماها. طبعا انا بقسمها عشان هحط نص على الدقيق الابيض ونص على الدقيق الشوكولاتة بالشكل ده كده. هاخد نص منهم وهحطه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهخلط معاه الدقيق. هبتدي كده انزل الدقيق، وطبعا بقى في المرحلة دي مش عايزين عجن كتير، احنا بس يا دوب هنتوه الدقيق معاهم، يعني بسبتيولا كده او باي حاجة، عجن خفيف قوي، وكده كده الدقيق هيتوه فيه على طول، مش هياخد وقت. عشان طبعا اللت في البسكوت والبيديفور والحاجات دي مش صح خالص، عشان ما يعمليش العرق. طبعا هي هنا كانت خلصت ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا هي بتبقى طرية شوية، مش زي بتاعة المكنة دي، بتبقى سايلة شوية عشان اعرف انزلها من الكيس. وهبتدي طبعا النص التاني اضيف برضو عليه بقية الدقيق، او اللي هو النص كيلو اللي كان عليه الكاكاو بالشكل ده، وبرضو هقلبه كده بالراحة لحد ما اتوه الدقيق فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله. هبتدي كده اجيب كيس حلواني وهحط حاجة بسيطة جدا فيه، عشان هنعمل طبعا الاختبار. انا مش عايزة احط كمية كلها مرة واحدة واعمل كمية في الفرن مرة واحدة طلعت مش حلوة او حاجة، طبعا هتبقى خسرت معانا كتير. فانا بس بعمل كده اختبار لحاجة بسيطة، ولو طلعت تمام خلاص بكمل. طلع بقى مثلا حسينا انه ناشف شوية بنضيف له زبدة، حسينا انه طري شوية بنضيف له دقيق. وهبتدي بس كده ايه، اجيب صينية صغيرة كده وهعمل فيها كده كام واحدة عشان اختبر كمان الفرن. طبعا درجة حرارة الفرن 180 درجة، من 170 ل 180 درجة بالشكل ده. طبعا انا مشغلة الفرن من قبلها ب10 دقايق. هنبتدي بس كده نسوي اي حاجة على الجناب، وهنا خدوا طبعا ما شاء الله معايا بتاع 12 دقيقة. طبعا البسكوت طالع حلو قوي ما شاء الله، مش محتاج اي حاجة كده، اقدر اعمل الكمية كلها كده وانا مرتاحة. هبتدي طبعا كده انا حطيت قمع للابيض وقمع كمان اللي هو الشوكولاته في القرطاس بتاع الحلواني، وهبتدي اشكل الاتنين في وقت واحد مع بعض. ده طبعا الشكل اللي هو التقليدي، البسكوت اللي احنا عارفينه المتعارف عليه. اضغط بس ضغطه جامده كده على الكيس، ولو فيه هوا ولا حاجه اطلعه وابتدي اشكل. طبعا الشكل ده اللي هو شكل الزجزاج، يعني بخلي ايدي كده تروح وتيجي يمين وشمال يمين وشمال، بيطلع شكله حلو قوي كمان، والاطفال بيحبوا الاشكال دي قوي. وهاخد كده برضو اللي هو بالشوكولاتة اعمله برضو كده الشكل اللي احنا عارفينه التقليدي. اضغط بس كده واطلع الهواء من الكيس، وهيطلع معانا ما شاء الله. طبعا العجينة حلوة قوي طرية، مش صعبة ولا تقيلة، بتنزل على طول. جيت بقى هنا كده حبيت اعمل بقى اللي هو شكل الشطرنج ده، طلع ما شاء الله حلو قوي قوي قوي. يعني باخد كده قطعة صغيرة من اللي هو البسكوت الابيض، جنبها قطعة صغيرة من البسكوت الشوكولاتة بالشكل ده، واحط التانية جنبيها وهكذا بالشكل ده. وطبعا العجينة سايحة كده وحلوة، يعني بتنزل معانا بكل سهولة ما شاء الله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا كان شكله حلو قوي، والطعم كمان احلى، وحاجة جديدة كده، يعني بنغير، مش لازم كل مرة نعمل الشكل التقليدي المتعارف عليه، يعني نحاول نغير ونشكل كده.
ما شاء الله طبعا شكله حلو قوي. بسكينة كده بقى او باي حاجة بنظبط بس الحاجات اللي على الجناب بس كده، يعني لو في اي عجينة في اي حاجة كده نظبطها بالشكل ده عشان طبعا يبقى طالع شكلها حلو، والحتة الخفيفة دي ما تتحرقش منا في الفرن بالشكل ده. طبعا انا هخلص كل كمية البسكوت بالشكل ده كده. ما شاء الله طلع معانا كان بياخد بتاع من 10 ل 12 دقيقة في الفرن. طبعا البسكوت من الحاجات الحساسة وما بياخدش وقت في الفرن، ونخلي بالنا طبعا نبقى قدامه طول الوقت. طبعا ما شاء الله شكله جميل قوي اللي هو شكل الزجزاج ده. وده طبعا بسكوت الشطرنج اللي احنا عملناه. شوفوا شكله جميل جدا والطعم حلو قوي قوي، وياخد العين كده يعني تغيير شوية. ما شاء الله طبعا شكله جميل 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 ما شاء الله. وده طبعا الشكل التقليدي اللي احنا قلنا عليه اللي احنا عارفينه. يعني دي كده كمية الكيلو، بس طلع طبق كده اكلناه يعني في وقتها. ما شاء الله قطع يعني كويس، ما شاء الله كمية حلوة. الصينية دي كبيرة. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الأيام بخير يا رب وصحة وسعادة ان شاء الله. بإذن الله البسكوت يعجبكم وتعملوه وتجربوه وتدعوا لي، وكمان تدوني لايك وتعليق حلو كده يفرحني. واللي أول مرة يشوفنا يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان كل إشعاراتنا الجديدة توصل لكم بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.